أوسوريو يفاضل بين هذا الثنائي للبدء بأي منهما في مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري. الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بيستعد حاليا لمباراة الاتحاد المنستيري يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة العربية. هذه البطولة التي يتم تنظيمها على أراضي المملكة العربية السعودية يبدأ الزمالك مشواره فيها الجمعة القادم أمام الاتحاد المنستيري التونسي. الزمالك كان وصل إلى السعودية منذ أيام قليلة وبدأ بالفعل في الاستعدادات لخوض دور المجموعات تحت قيادة فنية للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو. خوان كارلوس أوسوريو الآن بيبحث عن المهاجم الذي سيبدأ به مباراة الاتحاد المنستيري، حيث يفاضل أوسوريو بين الثنائي سيف الدين الجزيري وناصر منسي مهاجم الزمالك. بيرى المدرب الكولومبي أن الثنائي سيف الدين الجزيري وناصر منسي مستواهما متقارب، وهو الآن بيبحث عن المهاجم الذي سيعتمد عليه في هذه المباراة، وربما سيعتمد عليه أساسيا خلال مباريات البطولة العربية كلها، وإن كان الأقرب هو البدء بسيف الدين الجزيري كما هو معتاد خلال مباريات الزمالك الأخيرة. مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري من المقرر أن تقام في 6 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف.